الثاندر بولتس ضد دكتور دوم. ايوه، ده اللي بيحصل في كوميكس الجديده اللي نازله اليومين دول، وممكن تبقى الاساس للفيلمين الجايين كمان، افنجرز دومز داي وافنجرز سيكريت وورز، خصوصا بعد البوست كريدت في فيلم ثاندر بولتس اللي خلانا نحس انهم بقوا رسميا ذا نيو افنجرز، وشافوا صاروخ جاي من عالم تاني. نظريات طلعت عليه وقالت انه مش هيكون عليه الفانتاستيك فور، لكن هيكون عليه دكتور دوم. وده معناه ان الصراع ما بين فريق الثاندر بولتس ودكتور دوم خلاص بقى وشيك جدا. فخليني اقول لك اللي حصل في الكوميكس باختصار شديد. من حوالي 10 شهور في كوميكس اسمها بلاد هانت، مصاصين الدماء كانوا بيحاولوا يسيطروا على العالم. دكتور سترينج ومراته اضطروا يطلبوا مساعدة دكتور دوم عشان يعمل تعويذة ترجع النور اللي ممكن يقهرهم، بس دوم اشترط انه ياخد منصب سورسر سوبريم بدل دكتور سترينج، ودوم ساعتها انقذ العالم فعلا. بس لما سترينج طلب منه يرجع له المنصب، دوم رفض وقال انقاذ العالم لسه ما بدأش اصلا. وبعدها دوم قفل على نفسه مملكته لادفيريا بقبة سحرية محدش عرف يخترقها، لا سترينج ولا غيره. وبعد شهور، من 3 شهور فاتوا، اعلن دكتور دوم عن مملكته الجديدة في كوميكس اسمها One World Under Doom، أو عالم واحد تحت حكم دوم. وقال ساعتها العالم كله هيبقى مملكة واحدة، سلام إجباري، مساواة كاملة، تعليم وعلاج متوفر لكل الناس في كل مكان. الناس انبهرت، بس الأبطال قلقوا لأن اللي بيحكم هو دكتور دوم. ومن هنا بدأ خط كوميكس جديد اللي أنا أصلا جاي أتكلم عنه النهاردة، كوميكس اسمها ثاندر بولتس دوم سترايك. وده اللي بيحكي عن الصدام الحقيقي ما بينهم، ما بين الثاندر بولتس وما بين دكتور دوم. دوم في الأول حاول يضم باكي بارنز أو وينتر سولجر ويخليه قائد فرقة ثاندر بولتس تحت حكمه، بس باكي رفض وقرر إنه يقاوم، ودخل قمر صناعي تابع لدوم كان فيه أسلحة نووية عشان يشله ويبطله ويضعف دكتور دوم. بس للأسف يطلع كل ده فخ، ودوم بحجة إن حصل عطل في القمر الصناعي بتاعه بسبب عملية باكي يفجر مدينة باكي الأصلية نوويا، ويتهموا إن هو السبب، ويطلعوا قدام الناس كلها إنه خاين. وبعدها يطلق دكتور دوم فرقة ثاندر بولتس خاصة بيه هو، بقيادة قائدتهم السابقة فالنتينا أليجرا، عشان تطارد باكي وفريقه اللي لسه بيقاوم. الكوميكس بقى نفسها فيها لقطات قوية جدا، زي لما باكي بيكتشف مثلا في تويست إن دوم بينقل لنفسه إمدادات من الفايبرينيوم، فيروح لواكاندا بنفسه عشان يوقف الإمدادات دي. ودي لفتة ذكية بتربط الكوميكس بالأفلام، لأن واكاندا في الأفلام ليها تاريخ فعلا مع وينتر سولجر، من أول نهاية فيلم كابتن أمريكا سيفل وور لحد فيلم افنجرز انفينيتي وور. المهم، في آخر عدد من الكوميكس دي اللي لسه نازل من يومين، الثاندر بولتس بيعرفوا ينقذوا باكي من سجن دوم، واللي جاي واضح إنه هيبقى نار. السؤال بقى، لو دوم فعلا حكم العالم بالقوانين اللي قالها، سلام ومساواة وخدمات للجميع، هتكون معاه ولا ضده؟ وهل الغاية فعلا ممكن تبرر في بعض الأوقات الوسيلة؟ الغاية تبرر الوسيلة. خليك ميكافيلي. عارف ميكافيلي؟ اخر ابديت ده نازل. اكتب لي رأيك، وما تنساش اللايك والفولو والشير. باي.